ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده على قناه هبه شانل. هنعمل مع بعض اكله جديده ان شاء الله تعجبكم. رز مع الفراخ بالبروكلي والمشروم. هنشوف مع بعض عملناها ازاي. دي الصويا صوص. المكونات: الصويا صوص والفراخ والمشروم والبروكلي والبصل والنشا 3 معالق وجنزبيل وفلفل اسود وسمسم وعسل ابيض. هنشوف بقى مع بعض الطريقه ازاي. هنبدأ أول حاجة نجيب طاسة نحطها على النار ونحط عليها حبة زيت ونعلي النار بحيث ان الطاسة تسخن، وبعدين ننزل بالفراخ بتاعتنا. انا عملت دي الصدور، لو عندك وراك اوكي. هقلب بقى الصدور لحد ما تستوي معايا، وبعد كده هنزل ببقية المكونات. هنشوف مع بعض ازاي. انا قلبتها كده بس لحد ما تستوي، والنار تكون عالية عشان ما تنزلش المية بتاعتها. اهو كده استويت. هحط البصل بقى، انا مقطعاه شرايح التقطيع اللي انتي تحبيها، وهحط المشروم وهقلب كويس، وبعد كده هحط البروكلي الكميه اللي انتي تحبيها. لو تحبي المشروم اكتر البروكلي اكتر براحتك. إيه، انا عملت الكميه دي كده، يعني تقريبا البروكلي بس هو اكتر حاجه. وهبدا اعمل الصوص بتاعنا اللي هنستخدمه. هحط الصويا صوص حوالي ربع كوبايه كده، حبه حلوين، واحط عليهم بمعلقه الشاي الصغيره احط 3 معالق نشا. النشا لازم تتقلب على البارد، عشان لو قلبتها على الطاسة على طول هتعمل تكتلات ومش هتدوب كويس معايا، فانا لازم ادوبها على البارد. هتأكد انها دابت الاول كويس، وبعد كده احط باقي المكونات وانزلها على الفراخ. هحط الجنزبيل، لو عندك جنزبيل فريش هيكون احلى. تبشريه كده عليها على طول. وفلفل اسود. هقلب كده كله مع بعضه. اخر حاجة هحط عسل. احنا بنحط العسل هنا مش بتبقى مسكرة، بس العسل مع الصويا صوص بيعادل الطعم فبيديني طعم حلو. يعني الصويا صوص في اغلب الاكلات لازم احط معاه شوية عسل، بيدي طعم حلو. هقلب بقى كل ده كده، وبعدين هنزل عليهم بالصوص وهقلبه كويس. الصوص هيدينا لون حلو وجميل. حطيت لها حبة مية تاني بس هما على الطبق اللي مكان الصوص. هقلبها بقى واغطيها واسيبها حوالي 5 دقايق او 7 دقايق تستوي، وكده تبقى جاهزة معانا للاكل. وده شكلها، قدمتها مع رز ابيض. اتمنى ان هي تعجبكم وتقولوا لي رايكم. اكله بصراحه حلوه قوي قوي، ما خدتش مني واقفه في المطبخ اكتر من تلت ساعه. يا دوبك قطعت الحاجات وحطيت كله فوق بعضه. ان شاء الله تعجبكم. هستناكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وان شاء الله تعجبكم.